وترى بهذه الطريقه الشفار ما غاديش يبقى يحتاج لا كارت بونكير او لا الحساب ديال لابون، يكفي انهم يوقفوا قدام شي كيش ديال اي نوع من الابناء ويبدا يلوح لهم الفلوس اللي في قلبه بلا عنف بلا ضرب بلا غوات، بحال الا كيقراو عليه السماوي. ونزيدكم هذا الشيء كامل وهاد الفلوس اللي كتخرج بلا ما يقيسوا الكيش وبلا ما يديروا شي لاكارت ديالهم او لا شي مود باس. تقدر تقول لي باللي هذا الشيء ما يمكنش ومن المستحيل يوقع؟ شي قبيله قلت لكم باللي هذا الشيء اللي سمعته وقع في تايوان، واقعه حقيقيه مشات فيها اكثر من 2.5 مليون دولار. حولها للدرهم المغربي باش تعرف المبلغ الخيالي اللي شفرات هاد العصابه. وهذا الشيء كامل غير عن بعد، ولكن شكون السبب ورا هذا الشيء وشكون اللي ورا الطريق لهاد العصابه؟ جاك بارنابي. الناس اللي عندهم علاقه بالاحتراف والامن ديال الانترنت وحتى الناس اللي عندهم علاقه بالديفلوبمون غاديين يكونوا عارفين شكون هو هذا السيد. جاك هاكر معروف تشهر بما يسمى بالهاك الاخلاقي اللي حتى هو دومين بوحدو كيتقرا في المعايير. الخدمه ديالو تشهر بها هي يلقى شي ثغره في لي سيت ديال الشركات اللي كبار وحتى في البنوك، وبمجرد ما كيكشف لهم على هاد الثغره كياخذ من وراها فلوس صحيح. وفي 2010 هي فاش هاد الهاكر النيوزيلندي زادت الشهره ديالو بالاخص فيما يسمى بمؤتمر البلاك هات. هذا المؤتمر كان خاص بكل ما يتعلق بامن الحاسوب، وهنا فين قدم عرض لصدام العالم حيت اي فرد فينا كيهمو هذا العرض. السيد طور واحد البروغرام اللي خدم عليه سنين. تخيلوا معايا بضغطه الزر الكيشي ديال لابون كيبدا يلوح الفلوس اللي لداخل ديالو الدولار تابع دولار. هذا العرض تقدم قدام الملايين ديال الناس، منهم اللي كانوا حاضرين في المؤتمر ومنهم اللي صوراتوا لهم الكاميرات ديال الصحافه. السؤال اللي طاح في عقل الناس هي واش هاد البنوك اللي حاطين فيها فلوسهم ما عندهاش امن ديال الحواسيب ديالها وما عندهاش امن ديال السيستم اللي عندها؟ الحاجه اللي طاحت لهم في بالهم ان فلوسهم في خطر. هاد الهاكر عطى واحد السميه غريبه لهاد العمليه سماها بجاك بوتين. هاد السميه عندها علاقه بالكازينو فين ما كيربح شي واحد، بالاخص في هذوك الرياشات اللي خارجين على الناس في القمر كيقولوا ليه مبروك عليك جاك بوتين، يعني مبروك عليك الربح. الهدف ديال هاد العرض كان بالنسبه لي هي التوعيه بالاخص لهاد البنوك اللي ممكن تاثر به، وما كانش كيحسب لي باللي وحدين اخرين اللي عندهم علاقه بالهاك الغير اخلاقي غاديين يستغلوا هاد البروغرام ديالو باش يشفروا به الكيشيات ديال تايوان كامله. وهذا الشيء كامل في ليله واحده. وفي 2013 بالضبط راجل ومراته احتاجوا الفلوس بغاو يشريوهم قصدوا الكيش. ملي وصلوا لقاو جوج ديال الناس ملتمين كيعمروا في الشكاره، وملي شافوهم هربوا. وفي هذيك اللحظه بالضبط عيطوا للبوليس ووصفوا لهم هاد الناس. وتخيلوا معايا لقاو مازال الكيشي حاصل فيه 2 ديال المليون سنتيم. هربوا بلا ما ياخذوه. البوليس ديال تايوان بداو لونكيت ديالهم، واول حاجه بداو بها هي الكاميرات اللي دايره بالمدينه كامله. بداو تابعينها زنقه بزنقه ودار بدار، ولكن الهويات ديال هاد الناس هادو اللي مشاو خداو الفلوس من الكيشيات ما كانتش باينه. الحاجه اللي لاحظوا هي ان هاد الكيشيات تسرقوا في دقه واحده وفي نفس الليله. ناس ملتمين قصدوا هاد الكيشيات بقاو كيعمروا في الشكير ديالهم، والغريب انهم ما قاسوا لا كيشي ما دخلوا حتى شي مود باس او لا لاكار. الفلوس كتخرج وكيعمروها في الشكاين. البوليس شهروا هاد القضيه حتى ولات قضيه ديال الراي عام، بقاو متبعين التحقيق ديالهم حتى وصلوا لهاد الناس. لقاو عصابه فيها اكثر من 25 واحد، كل واحد والجنسيه ديالو، هاللي من اوروبا هاللي من اسيا وهاللي من امريكان. الفلوس كامله بقات عند الرئيس ديالهم. وصلاتو الخبار باللي صحابو تشدوا، والبوليس ديال تايوان عينيهم عليه، وحيت كان عارفهم مراقبينه في الكاميرا بدا كيراوغ فيهم كل مره والبلاصه اللي كيبرك فيها. مره معاه الفلوس ومره ما هزهمش معاه، وكل مره ولا فاليز اللي كيدير في شكل. بقاو متبعينه حتى طاحوا عليه هو والفلوس في واحد الريستو، وملي حقوا معاه هو والناس اللي كانوا معاه في الريستو طلبوا منهم باش يحلوا هذيك لافاليز، ولقاو فيها اكثر من مليون دولار. اما الباقي لقاوه دافن في واحد البلاصه اللي وريها للبوليس. هاد العصابه الرؤساء ديالها لقاوهم دي هاكر، اما الناس اللي معاهم كانوا غير خدامين باش يجمعوا لهم الفلوس من الكيشيات مقابل واحد النسبه. دابا بكل صراحه واش مازال ممكن تثيقوا في الكيشيات ديال لابونك؟ خلي لنا الراي ديالك في التعليقات، دير لايك وبارطاجي مع صحابك، دير متابعه الصفحه، ومرحبا بك في العائله ديالنا. كان معكم محسن، هذا مكان تهلاو.